يوم جميل على حبايبي كلهم، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. طبعا رمضان راح جري زي كل سنة، محدش حس بيه، والأيام الحلوة دايما بتجري. هي الأيام كلها عموما بتجري، بس تحس ان دايما أيام رمضان فيها حاجة كده، يمكن عشان هي حلوة بالزيادة فبتجري أكتر. رمضان خلص، كل سنة وانتم طيبين، فاضل لنا ساعات على العيد. كلامنا دلوقتي للبنات الحلوين الأمامير، الجنس الناعم اللي بيستنوا من العيد للعيد عشان خاطر ايه؟ يظبطوا حالهم بقى ويشوفوا الشعر والبشرة والضوافر والحاجات اللي بتاعت البنات الحلوة دي. ماشي، كلامي دلوقتي مش لكل البنات طبعا، الفئة اللي انا قلت عليهم اللي بيستنوا من العيد للعيد. تمام، كلامي واضح. تعالي لي يا ماما كده عشان افهمك بس، انتي ليه تقعدي سنة كاملة، سنة مستنية انك تجيبي مثلا كريمات بقى والشامبوهات والحاجات اللي هي بتاعت العناية بالبشرة ليه 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 دايما بحس ان البنات يعني العيد ده بالنسبة لها عيد بقى اللي هو زي ما بتروق الشقة من اولها لاخرها، وتجيب بقى السجاجيد والستاير، تنزل الستاير وتغسلها يعني بتاخد نفسها مع الشقة. تمام، ليه البنوتة الكيوتة الأمورة الحلوة لازم تبقى منورة في كل يوم، كل يوم، كل ساعة من السنة لازم تكون البنوتة منورة فيها. هي ربنا خلقها كده حلوة، كل البنات حلوة، مفيش بنت وحشة، مفيش بنت وحشة. وانا عارفة انا بقول ايه، واكيد الكلام اللي انا بقوله، بس في واحدة ما بتعرفش تهتم بنفسها، في واحدة ما بتعرفش تظهر جمالها. وإظهار الجمال مش بالميك اب، مش بالمستحضرات التجميل والأحمر والأخضر والحاجات اللي كلها كيماويات وحاجات ضرب البشرة، وبعد كده ترجع تدور على علاج لبشرتها اللي باظت من مستحضرات التجميل. لا، البنوتة اللي هو ربنا خلقها حلوة بطبعها بشكلها بكل حاجة فيها. إظهار الجمال مش محتاج لمساحيق تجميل، بالعكس مساحيق التجميل في حالات كتيرة قوي بتطفي جمالك. تمام، نرجع لموضوعنا. ليه بقى ليه نستنى من العيد للعيد علشان نعمل ماسكات وحمامات بخار للشعر والبشرة ونروح للكوافير ليه؟ ما عادي يعني إيه بعدين يعني ايه؟ تحس ان البنت جايبة الحاجات اللي هي بتجيبها دي، سواء اذا كانت طبيعية، الحاجات اللي هي بتعملها الماسكات والحاجات اللي بتعملها على ايديها، او اذا كانت هاي كواليتي المستحضرات اللي هي الجاهزة، او اللي هي قصدي مش المستحضرات، المنتجات الجاهزة. تحس ان هي جايباها ومعاها المارد بتاع مصباح علاء الدين، اللي هو ايه؟ هتحط قدامها الحاجة هيطلع منها المارد يقول لها يلا كوني جميلة، خلاص تمام. حبيبتي مستحضرات التجميل، سواء اذا كانت مستحضرات تجميل جاهزة او اللي انت هتعمليها على ايدك الماسكات والحاجات الطبيعية. اولا الحاجات الطبيعية ما تستنيش منها نتيجة قبل 3 شهور، ده يعني اقل تقدير، قبل 3 شهور او يمكن اكتر. هي بتجيب نتيجة بس على المدى البعيد. بالنسبة للمنتجات اللي جاهزة هي بتجيب نتيجة اسرع شوية، بس برضو محتاجة وقت ومحتاجة مداومة على الاستخدام. مش معقول يعني هتحط الكريم مثلا بتاع التفتيح، مثلا كريم تفتيح تحطيه بالليل يوم الوقفة، تصحي الصبح في العيد اول يوم العيد منورة. ماما انت يعني مش عفريت علاء الدين هو يا ماما، فليه ليه 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 نستنى سنة بحالها؟ ليه؟ بنوتة كيوتة أمورة لازم كل يوم في حاجات بنعملها يوميا، اعتناء بالجسم يعني والبشرة والشعر. في حاجات بنعملها أسبوعيا، وفي حاجات بتتعمل 2 أو 3 في الأسبوع، في حاجات بتتعمل كل شهر. يعني لو عملتي الحاجات دي إن شاء الله وداومت عليها، أنا معاكم. لو عايزين أي حاجة قولولي، لو محتاجين أي وصفات أو مش وصفات، اللي هي الوصفات زي الحاجات اللي مجيبها من عند العطار والكلام ده، لا يعني منتجات مضمونة، منتجات متجربة، موثوق فيها. أنا معاكم
في حاجات بتتعمل يوميا زي ما قلت لكم، في حاجات بتتعمل مرتين او 3 في الاسبوع، في حاجات بتتعمل بالشهر، لان في حاجات كتر استخدامها بيضر اكتر ما بينفع. فالبنت لازم تكون جميلة كل اوقات السنة، لازم تكون منورة كل اوقات السنة، لازم تكون ريحتك حلوة كل اوقات السنة. هي وردة جميلة ربنا خلقها ست حلوة، بنت جميلة. فالبنت حلوة لنفسها، والست برضو حلوة لنفسها، سواء إذا كانت معاها زوج أو لأ. انتي بتعملي كده لنفسك، بتعملي كده عشان انتي تكوني واثقة في نفسك، والحاجات دي بتفرح والله يا بنات. يعني تحس ان انتي مبسوطة وانتي شايفة نفسك هادية وحلوة ورايقة وشكلك جميل وشعرك حلو، ريحتك حلوة، نفسيتك بترتاح وتحس ان انتي هادية مش مستنية من العيد للعيد عشان تفتكري تعملي حاجات لنفسك او تفتكري تهتمي بنفسك. الاهتمام بنفسك لنفسك طول اوقات السنة كل يوم. تمام يا بنوتة يا حلوة، وكل سنة وانتوا طيبين، وربنا يا رب يديم علينا الفرح طول العمر، كل ايام السنة وكل وقت. مش شرط ان احنا نستنى العيد عشان نفرح. ويا رب كل اللي عنده مشاكل ربنا يحلها له، والسنة اللي جاية تكون احسن ان شاء الله عليه وعلينا كلنا يا رب. وبس ده اللي انا كنت عايزة اقوله لكم، ويا رب تاخدوا بيه، لان بجد بشوف حاجات يعني بجد هتجنني. بنوتة حلوة ايه لازم تبقى حلوة. فمش مستنية عيد عشان العيد فرحة بقى وندخل بقى نفتكر نستحمى ونحط كريمات وحاجات كده، لا طبعا. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. لو في اي حاجة محتاجينها انا تحت امركم، وانا مبسوطة قوي ان انا معاكم. ما تنسونيش بقى في الاشتراكات، وان شاء الله هتستفادوا كتير من متابعتي. ولو عايزين تكلموني انا شخصيا، انا حاطه رابط الواتساب موجود في الوصف. انا معاكم في اي وقت، ويا رب اكون بفيدكم. انا مبسوطه قوي اني كنت معاكم. انا ليلى، يومكم جميل، مع السلامه.